اي روشتة تتكتب لك صورها على الموبايل علشان لو ضاعت منك تلاقيها لما تحتاجها. وما تحاولش تغير حد لما تيجي تدخل في علاقة معاه، دور على اللي شبهك من الاول. اسلوب الكلام ونبرة الصوت اهم من الكلام نفسه. ومن الذوق ان لو حد عزمك على الاكل في مطعم وخيرك تاكل ايه، ما تختارش اغلى صنف موجود في الاكل. وبرضه من الشياكة انك لو بتطلع او بتدخل من اي باب وفي حد وراك تفضل ماسك الباب بايديك لحد لما اللي وراك يدخل او يعدي. وحاول تقضي مصالحك ومشاويرك بنفسك، خصوصا المهمة منها، وده لان محدش هيعرف يتمم على حاجتك زيك. ولما حد يحكي حاجة قدامك وانت عارفها، ما تقولش عارف اللي بتقوله ولا قديمة، ولكن أكد على كلامه. قوله فعلا كلامك مظبوط، الله ينور كلامك صح، كده هيرتاح لك أكتر. و8 حاجات لازم يمروا على كل شخص: الفرح والحزن، الضيق واليسر، اللمة والفراق، والألم والسلامة. وعاوز أقولك إن اللي دايما بيشك فيك ما يستحقش إنك تبرر له قصدك ونيتك. ومن باب الأدب إن لما حد يوريك صورة على موبايله تشوف الصورة اللي بيوريها لك وبس، وما تقلبش يمين ولا شمال، لأنك ما تعرفش الصور اللي قبل كده ولا اللي بعد كده شكلها إيه، وإنت كده ممكن تضايقه. ومحدش مننا بيحب حد يتعدى على خصوصياته. واوعى تطلع حد من وحدته وانعزاله وإنت مش قد مسؤولية إنك تأنسه وتملى حياته بشكل كافي. وأي مكان تحس إنك غريب جواه، اعرف إنه مش مكانك. وبلاش تزود تعلقك بحاجات كتير، خليك في حدود المعقول، فلوس بقى كانت ولا موبايل ولا عربية ولا ناس وناس، لأنك كده هتعدد مصادر انهزامك. وده لأن الإنسان مننا بيتوجع بالحاجات اللي بيحبها. وعشان كده ما تتعلقش كتير علشان ثغراتك تقل ونقاط ضعفك ما تبقاش زايدة عن اللزوم. وتعرف ايه اللي اصعب من الحرمان؟ انه يجي بعد ما تدوق طعم الوصول. وعشان كده اسأل ربنا سبحانه وتعالى يحفظك من السلب بعد العطاء. ومن تمام المحبة ان لو غيرك زعل من حاجة تبقى مشتفها حتى ولو كانت في نظرك بسيطة. ومن النضج انك ما تصدقش الحاجة غير لما تشوفها وتحصل قدامك. وتعلم دايما ان لو حد قريبك في خير افرح له حتى ولو مش هتاخد منه حاجة، يكفي انه مش هيشيلك همه. امبارح مش راجع وبكرة مش مضمون، والنهاردة هدية، عيشه بقى كأنه آخر أيامك. الفلوس بتطبع، يعني بتزيد بمزاج اللي بيطبعها. ليه بقى بتحوشها؟ حوش الثابت، حتة أرض، كام جرام ذهب، وفكك من الفلوس لأنها ملهاش أمان. وممكن عملة بين يوم وليلة قيمتها تقل، وطبيعي الفلوس اللي معاك قيمتها هتنزل معاها. وعاوز أقولك إن الأيام التقيلة ما بتهونش غير بالناس الخفاف على القلب. كتير جدا ما بيكونش الرزق في اللي بتاخده، ممكن الرزق يكون في اللي اتحاش عنك من شر. وما تاخدش الحياة تحدي، وكل خطوة تعتبرها حياة أو موت، سواء في شغلك ولا سعيك. خدها متعة، لأن الحياة ما بتخلصش من التحديات. ولو هتاخد كل خطوة على إنها خناقة، يبقى مش هتبطل خناق لحد آخر يوم في عمرك. مفيش حاجة مستاهلة. وما تزعلش ولا تتضايق من اللي بيعيط كتير، كل الحكاية إنه بيكون مش عارف يعبر عن اللي جواه فبتنزل دموعه. ممكن جدا يكون ربنا ابتلاك علشان يصلح في حياتك حاجة عمرها ما كانت هتنصلح غير بالابتلاء. سبحانه وتعالى هو اللي صنعك، فأكيد عالم بمداخلك وإزاي يبرمجك. واطمن، وبإذن الله الابتلاء مش هيطول. سلام عليكم.